هو السؤال هل هو ما زال يحب حبه القديم ولا لا؟ الجواب نعم. نعم. هو أنا عندي حالات حقيقة، بعض الرجال يعني يحن لحبه القديم، بس السؤال هل لابد أنه يحن لحبه القديم وهل لازم؟ الجواب لا. لا لا، مو شرط، بس طبعا في ضوابط. لما نقول لا في لها شرط. بس أنا وجهة نظري في الحالة المعروضة أمامي، أنا أشوف أنه استعجل بالطلاق، لأنه طلقها وهو يحبها. طيب إذا أنت تحبها ليش طلقتها عيل؟ معناته أنت استعجلت. كان المفروض ما تستعجل بالطلاق، وكان المفروض أنك تتأمل، وإذا في مشكلة تحاول تعالجها. فأنت الحين تزوجت واحدة ثانية، لكن ما زلت تتذكر حبك القديم. يبقى هنا عاد في سؤال، هل ممكن ينسى حبه القديم؟ هل ممكن يطلع من هذا التفكير؟ الجواب نعم، بس في حالتين. شنو هما الحالتين؟ الحالة الأولى، لو زوجته اللي تزوجها الآن عاطته حب كبير وفعلا يعني أشبعته وأشبعت عواطفه، نعم، يطلع من حبه القديم تماما وما يحن للحب القديم. الحالة الثانية، لو كان هو فعلا سعيد ومستمتع مع زوجته في زواجه الجديد ومستقر، هل يطلع من حب القديم؟ طبعا يطلع من حب القديم. في معلومة مهمة أبي أقولها عن الفرق بين حب الرجل والمرأة، طالما احنا قاعد نتكلم الحين عن اللي يحن للحب القديم. شو تقول المعلومة؟ تقول أن الرجل ممكن يحب امرأة كاملة لصفة واحدة فيها، أما المرأة مستحيل تحب رجل كامل عشان صفة واحدة. وهذه يعني معلومة مهمة جدا في عالم الحب والعاطفة. فأحيانا مثلا الرجل يشوف مرأة يعجبه وجهها مثلا، يحبها كلها، معناه يمكن أخلاقها سيئة، يعني يمكن مو متربية تربية جيدة، يمكن ما تصلح له، ما في تكافؤ أصلا بينه وبينها، بس لا، مستعد يتزوج علشان صفة واحدة. أو شاف كرم يعني مرأة معاه وشافها كريمة حبها كلها. المرأة ما عندها هالنوع من الحب. المرأة ممكن تكون حبت رجل لقوته مثلا، لشخصيته، حبت رجل لشكله ممكن، بس تشوف المرأة توقف تدور صفة ثانية، تدور صفة ثالثة، ما تستعجل في الحب. على فكرة المرأة أكثر يعني حكمة من الرجل في الحب، لأن الرجل مستعجل حتى بالحب، المرأة لا. المرأة يمكن تندفع وتحب بس ترجع خطوة وتثبت نفسها وتوقف نفسها وتقول ها يستاهل ولا ما يستاهل، يعني أخاف أنا بس يعني انغشيت بهالصفة، لا خل أدرس الموضوع أكثر، خل أحلل أكثر. ففي فرق كبير. فإذا نرجع لموضوعنا، هل الرجل يحن؟ إيه ممكن يحن، لا بس إذا في واحدة عوضتها اطلع من جوه تماما. يعني شوف السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار من السيدة خديجة رضي الله عنها وهي ميتة من حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحدة كان يحبها السيدة خديجة في حياتها، وأكثر واحدة كان يحبها السيدة عائشة في حياتها. فكانت تغار من زوجته المتوفية لأنه يتذكرها دائما ويتذكر حبهم مع بعض وهي أم عياله يعني. فالشاهد من هذا كله أن اللي حن نعم، يعني حتى قيل إنما الحب للحبيب الأولي، يعني أكو حب نسميه حب الطفولة،
اللي هو احنا صغار نلعب عيال العم وعيال الخالة وكذا، فيصير فيها حب يعني، وتصير علاقات فيها حب. وبعدين نكبر، بعدين نتزوج، بعدين الواحد يتذكر اوه والله انا كنت احب فلانة، والله انا كانت عندي مغامرات مع فلان والله زين، فيحن. بس مو بالضرورة لما يحن معناته لازم يرجع لحب القديم، مو شرط، خاصة إذا مرة ثانية دخل في علاقة فعلا عوضته وعطته حب آخر ينسيه الحب القديم اللي كان موجود.